الامارات. بعد ما شفنا فضيحة الامارات قدام المغرب واكلوهم ب3، الحمد لله يا ربي، بسنا ايدنا وشو قفلنا، خسرنا فرق جول بس، ولك طلعنا بشرف. الامارات دولة المليارات عم تتبهدل كرويا قدام المغرب. يا محلى منتخب سوريا، عن جد شي بيرفع الراس. الله 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 يا المغرب. رسميا المغرب الى نهائي كأس العرب، مرشح الاول والمرشح الحقيقي للبطولة. حمد الله شوي علينا يا حمد الله. مجرد ما دخل على الملعب صنع الهدف الثاني تبع المغرب وسجل الهدف الثالث. اداء كبير من المهداوي، من البركاوي، من كل المغرب. شو هالاداء وشو هالشخصية اللي بيمتلكها المغرب. كان المنتخب الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الشباب ولا الناشئين، المغرب وين ما كان عم بيبدع. انجاز ورا انجاز للمغرب، مالله منظومه تاريخيه عندهم. يعني ما شاء الله على المغرب، اذا تركيزهم الاول على كاس افريقيا ومش هون، وتاهلوا على النهائي كاس العرب. كيف لو فاز بكاس العرب وراح فاز بكاس افريقيا؟ خلاص يا المغرب، خلاص يا المغرب. المغرب مش عم تلعب كره، المغرب عم تكتب التاريخ. الف مبروك لاسود الاطلس، الف مبروك للشعب واهل المغرب العظيم. يا جماعة ولك يا جماعة مشان الله حدا يفهمني، هذا المنتخب المغربي الثالث ولا المنتخب البرازيلي هذا؟ ما شاء الله، اذا الثالث هيك شلون الاول؟ الضرب بالثقيل. الف مبروك لمنتخب المغرب. شوفوا لي على الجول. الف مبروك الوصول الى الكأس، وان شاء الله بتاخذوها. لكن اللي مجنني انه احنا كنا زعلانين وخسرنا 1-0 ضد المغرب. اما تحمدوا ربكم. هذا المغرب، هذا المغرب. انا نايم. المغرب للتاريخ. شو عملت المغرب بالإمارات يا جماعة؟ المغرب قضت على الإمارات بشكل كامل، وكأنه المغرب أخذت بالثار للجار الجزائر بالثلاث في نصف نهائي كأس العرب. عم تقصي منتخب الإمارات وبتطلع للنهائي عشان تعرف مين تحدد، إما الأردن أو السعودية بمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب. يا ساتر يا اخوان، المغرب ولعها. المغرب الى نهائي كأس العرب. نعم، بعد مباراة كبيرة وبعد الفوز على الامارات. المتألق حمد الله دخل كبديل وصنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث وقضى على المباراة. المغرب منذ بداية البطولة وهو احد افضل المنتخبات واحد ابرز المرشحين للفوز بالبطولة، وبعد قليل راح نعرف من سيكون خصم المغرب في النهائي، هل هو السعودية ام الاردن. الف مبروك للمغرب وهارد لك الامارات، ودعمنا بالمتابعة. والله يا جماعة اكبر كارثة، هذه عيب يعني، هذه راح تكون زي الزلزال على قارة اسيا في حال انه المغرب توج بكأس العرب. يا جماعة داخلين بالفريق الثالث، تكفون استوعبوا شوي. الفرق الآسيوية كلها قاعدة تلعب بالفريق الأول، الفريق الأساسي الدوريات عندنا واقفة. هم لا، لسه عندهم كأس أفريقيا، راح ينزلوا الفريق الثالث. فرق احنا يعني لعيبة احنا صراحة ما نعرفهم، لعيبة يعتبرون جيدين لكن ما يلعبون بشكل أساسي في كأس العالم مثلا. يمكن ما تشوف هذول اللعيبة. وصلوا للنهائي، هذه كان باقي لهم خطوة ويأخذون البطولة. إذا صارت يا جماعة والله يا هي يعني صفعة تاريخية على قارة آسيا. المغرب كذا بوب ضربت ضربة تاريخية لقارة آسيا، قالت لهم أنتم ما عندكم كورة. هذه في حال أنهم توجوا بها. يعني الفريق اللي راح يوصل للنهائي سواء الأردن ولا السعودية، المفروض عشان يحافظ على كرامة القارة يضرب، مو يفوز 1-0 حتى، لا يضرب، لأن غير كذا